النهاردة اليوم التاسع للكتاكيت، لازم ننضف الفرشة. الفرشة ناشفة مفيهاش مشكلة، بس لازم برضه عشان ما يعملش ريحة أمونيوم ويطلع على عينيهم، وريحة تطلع على صدرهم ويجيلهم ميقدروش يتنفسوا وينهجوا. فاحنا لازم ننضفه. هي الأرض بصوا مفيش أي مشكلة فيها، بس لازم احنا ليه بقى بصوا احنا هنا مش بنحطوا جير مطفي في الأرض. ليه مش بنحط جير مطفي في الأرض؟ أنا بحط جير مطفي بيعمل زي إيه، عجينة. بصوا الأرض عاملة إزاي، بصوا ناشفة ومفيش أي مشكلة. لو حطيت الجير المطفي أنا عندي بيمتص الرطوبة ويعمل كأنها عجينة، وتلاقي رجليهم تتوسخ، وتلاقي الفرشة كمان ريحتها وحشة. احنا أهم حاجة عندنا دلوقتي واحنا بننضفه السرعة. أهم حاجة عشان ريحة الأمونيوم متطلعش على عينيهم، وميجيلهمش طبعا زي ما قلت لكم التنفس عندهم ميقدروش يتنفسوا. فأهم حاجة في التنظيف إن هو يكون فيه سرعة، وما نعملش المكان كله مرة واحدة. يعني جزء نعملوه ونفرشوه ونجيبوهم من مكانهم، وبعد كده الجزء التاني نشيلوه وبرضه ونفرشوه.